محشي من اكتر الحاجات اللي بتدفي جدا جدا معانا طبعا في العزومات ومعانا في رمضان. هعمله معاكم بطريقه سهله جدا. حله على النار، حطيت فيها 4 معالق من الزيت ومعلقه كبيره من السمنه يسخنوا كويس جدا. محضره 3 بصلات مفرومين، هنزل ببصلتين بس وهركن بصلايه هقول لكم هعمل فيها ايه. هشوح البصله بتاعتي كويس مع معلقه كبيره من الملح. اول ما ريحه البصله بتاعتي تطلع هنزل بمكعب ماجي من اللحمه يتشوح مع البصل. ممكن يبقى فراخ بس انا حطيت لحمه عشان هسقي بشوربه لحمه، وطبعا مكعب الماجي اختياري. نزلت بتلت كمية الخضرة بتاعتي، ونزلت كمان بمعلقتين كبار من الصلصة المعلبة، عليهم نص معلقة صغيرة من السكر. محضرة هنا بقى 3 كوبايات من عصير الطماطم. الكمية دي كويسة جدا لربع كيلو من ورق العنب. وعملت نص كرنباية، كانت الكمية دي كويسة جدا. هسيبهم بقى يتسبكوا مع بعض كده. اول ما احس ان الصلصة بتاعتي تقلت هنزل بقى بالتلت التاني من كمية الخضرة و3 كوبايات من الرز المغسول. هشوح كويس جدا وهبدأ انزل بالبهارات بتاعتي. بهارات المحشي مش كتيرة خالص، عبارة عن كمون وكزبرة وفلفل اسود ومعلقة ملح. طبعا الملح هنا انتوا ظبطوه بقى، يعني ممكن تحطوا ربع معلقة على حسب ما انتوا هتدوقوا التسبيكة وتشوفوا. هقلب بقى البهارات بتاعتي هنا كويس جدا. وبعد كده بقى هنزل برشة نعناع، دي اختياري. ومجهزة معايا فصين توم مفروم. نزلت بقى بباقي كمية الخضرة وهنزل بالثوم المفروم بتاعي. وبعد كده هطفي النار. اخر حاجة بقى هحطها بصلاية مفرومة صغيرة اللي احنا سبناها في الاول، عليها رشة ملح وفلفل اسود، بتفرق جدا جدا في الطعم. وبكده تسبيكة المحشي خلصت. شايفين لونها احمر جدا. معلقتين الصلصة المعلبة بتفرق جدا. هنا بقى حطيت الورق الاخضر بتاع محشي الكرنب من تحت وهبدا الف. محشي الكرنب لفه سهل جدا، بياخد بس شويه رز كتير، بس اهم حاجه وانتوا بتلفوا تضغطوا كويس على الصابع وما يبقاش فيه اي رز زايد خارج على صباع المحشي، يعني نشيل منه اي رز عشان بيفرق جدا في التسويه وبيكون شكل الحله بعد كده مش حلو. شايفين انا بلف كل المحشي بتاعي في طبق، وفي الاخر برص مره واحده عشان الرصه معايا تكون مظبوطه. اهو يا رب كل الامور تكون واضحه قدامكم. بعد كده بقى هبدا ارص. انا برص الاول، بعمل دوريه كبيره زي ما انتم شايفين، وبعد كده دوريه صغيره، وبعد كده الاصغر. عايزه اقول لكم الطريقه دي كويسه جدا جدا وهيطلع معاكم المحشي مستوي. هتحسوا كده ان احنا اكننا بنرص 3 3 يعني لو ركزتوا كده. فالموضوع بيبقى سهل جدا الصراحه. بس اهم حاجه لفوه في طبق خارجي وبعد كده رصوا عشان الرص يظبط معاكم. برضو ورق العنب هرصه بنفس الطريقه، بس حشو ورق العنب بيفرق شويه عن الكرنب. هوريكم كل حاجه. منظر الحله بتاعتي بعد ما تلف مش قادره اقول لكم حلوه قوي. هركنها بقى ونلف ورق العنب. ورق العنب بتحطي من تحت يا اما العيدان بتاعه ورق العنب يا اما كام ورقه كده تغطي الحله. وبعد كده لما بنيجي نلف بنحط الرز ونقفل عليه من فوق، وبعد كده نقفل عليه من الجوانب ونلف ورقه العنب معانا. اهم حاجه وانتوا بتلفوا تضغطوا. والورقه لو لقيتوها كبيره اقسموها 2، عشان لو ما قسمتوهاش هتلاقوا وانتوا بتاكلوا مش هتحسوا بالرز اصلا، هتلاقوا نفسكم بتاكلوا ورق. هسيبكم تركزوا مع دي. رصيت الحله زي الكرنب بالظبط. هنا محضره بقى شوربه لحمه مغليه، حطيت عليها معلقه كبيره من الصلصه عشان تخلي المحشي بتاعي كده احمر من جوه. اهم حاجه محشي الورق العنب والكرنب واي محشي سيبوا ربع الحله فاضي عشان تدوا مساحه للمحشي يستوي براحته. بعد ما المحشي بتاعي يغلي على النار هحط عليه كيس من البلاستيك وهقفل عليه كويس. على نار هاديه هتاكلوا احلى محشي. بعد ما الكرنب استوى عندي خالص هحط عليه بقى معلقه سمنه بلدي واسيبه بس دقيقتين قبل ما اقدمه. والورق العنب هعصر عليه عصره ليمونه اختياري بس بتديله مزازه كده واسيبه برده دقيقتين. وبس كده. يا رب الطريقه بتاعت النهارده تكون عجبتكم. شايفين المحشي من جوه مش قادره اقول لكم مستوي جدا، مش مهري ولا اي حاجه، وكمان لونه احمر جدا من جوه. عملت جنبه بقى بانيه. انا بحب المحشي جدا يكون جنبه بانيه. طبعا تقدروا تعملوا جنبه اي حاجه. يا رب الطريقة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم وجربوها هتعجبكم جدا جدا جدا. اشوفكم بقى في فيديو جديد.